مساء الفل يا شباب. النهارده معانا اخبار كتيره الصراحه. اول فيديو ده يعتبر انا طبعا بنزل على يوتيوب، يعني الفيديو ده هينزل على يوتيوب وبرده هينزل على تيك توك، وده يعتبر اول فيديو كبير بنزله على تيك توك. فيعني حابب ان انا اشارككم يعني معايا بالنسبه للناس اللي معايا في تيك توك، يعني حابب اشارككم فكره الراي في الفيديوهات ورأيي في الحاجات اللي بتحصل ورأيي في الاخبار يعني اللي بتحصل، ما بقاش مجرد بحط لكم خبر وخلاص يعني. فاتمنى طبعا ان انتوا تدعموا السلسله دي على التيك توك. كده كده انا كده يعني حبايبي والمتابعين بتوعي على يوتيوب بيدعموا الموضوع بقى لهم فتره، فشكرا لكم طبعا سواء اليوتيوب او الفيسبوك. فيلا بقى نخش على اخبار النهارده. طيب اخبار النهارده كتيره ودسمه جدا يعني، فهنبتدي اول حاجه بموضوع امين عمر. الراجل بعد ما تم اسناد، طبعا الفتره اللي فاتت كل الناس بتتكلم على، طبعا الشق الاهلاوي بيتكلم على ان ازاي امين عمر ما يحكمش الماتش دوت ومن حقه هو اللي عليه الدور والكلام ده كله. بالنسبه للشق الزملكاوي قال لك هو انتوا اللي هتختاروا لنا الحكام، وقالوا وفعلا لجنه الحكام طلعت وقالت، اللي هي طبعا تبع اتحاد الكوره، ان امين عمر هو اللي هيحكم ماتش الزمالك. فالجزء الزملكاوي طلع قال لك ازاي يعني يحصل كده، وازاي تقول لي، وازاي الاهلاويه هم اللي يعينوا لنا الحكام، وفي حاجه اسمها كده والكلام ده كله. وقام الاهلاويه ردوا عليهم قالوا لهم طب ما انتوا كمان بسببكم في حكام اتعينوا لنا بالاسم للماتشات بتاعتنا. فطبعا بعد اللغط والبهدله دي كلها طلع امين عمر عشان يريح دماغه من القصه دي خالص، وراح قدم طلب بعد طبعا بشكل رسمي اسناد الماتش ليه. طلع راح لاوسكار رويز اللي هو رئيس لجنه الحكام، وقال له بص انا مش عايز الماتش ده، مش عايز احكم الماتش ده، وعلشان اجيبها لك على بلاطه انا لا عايز احكم ماتش لا للاهلي ولا للزمالك لغايه ما الموسم ده يخلص. فاوسكار رويز ساله ايه السبب، قال له علشان انا عايز اركز في التجهيز بتاعي اللي هو بتاع كاس العالم، لان امين عمر من الحكام اللي رايحين بطوله كاس العالم اللي جايه. طيب هل ده بالعقل كده يعني اسمه ايه، سبب منطقي؟ لا، هو مش سبب منطقي خالص، ده كان مجرد ماتش وخلاص، ولكن كان هو هيحكمه ويمشي، لكن هو خاف على نفسه وخاف سمعته تتلط وخاف الدنيا تبوظ وخاف يقول لك ده بيجامل الاهلي. لا، ده في بوستات كامله نزلت على الفيسبوك امين عمر وهو تحكيمه للاهلي عامل ازاي وتحكيمه للزمالك عامل ازاي. فبالتالي هو خاف على نفسه، هيتبهدل. اللي حصل مع محمود وفا ممكن يحصل له اكتر، فهو خاف من القصه دي خالص. فقال لجنه الحكام ابعدوني تماما عن ماتشات الزمالك وعن ماتشات الاهلي، لا عايز احكم لده ولا عايز احكم لده لنهايه الموسم. هل انا ضد اللي هو عمله؟ لا، انا معاه جدا. وطالما هي ماشيه كده ان هو توجيه للحكام، كويس ان الحكم علشان لو هو ضميره صاحي ونضيف يبعد نفسه عن القصه دي، سواء انتمائه للاهلي او انتمائه للزمالك. ما ينفعش تكون انتمائك لنادي معين فتحكم للنادي التاني، فتقوم عامل ايه بقى، مبهدل النادي التاني ده. لو انت انتمائك مثلا للزمالك وبتحكم ماتش الاهلي تيجي على الاهلي تبهدله، لو انت انتمائك للاهلي تحكم ماتش للزمالك تيجي على الزمالك تبهدله. طبعا ده انا بالنسبه لي ده يعني قله ضمير في الشغل، لان ده في الاول وفي الاخر اكل عيشك. فطبعا اللي عمله امين عمر ده صح 100%، واتمنى من لجنه الحكام انها تراجع نفسها هي واتحاد الكوره، يبطلوا يوجهوا الحكام بشكل معين. انا ما اعرفش، انا ما اقدرش اخش في ذمم حد، يعني ما اقولكش ده عمل كده فعلا، او ده فعلا اخش في ذمه فلان او علان، لا مش هعمل كده. ولكن كله باين سواء كيد او توجيه او الحاجات دي كلها باينه. اتمنى من اتحاد الكوره ولجنه الحكام انهم يفوقوا نفسهم ويبطلوا العك الافرنجي اللي حاصل ده، ويطوروا في لجنه الحكام بجد. طيب الخبر الثاني معانا هو قرار غريب جدا 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 من كيس خروب المدرب بتاعنا بعد ماتش زد اللي فات. طيب امبارح الاهلي كسب زد وديا 3-1، وياستروب شارك اللعيبه اللي هتلعب في ماتش بيراميدز بس. ده اللي انا بقوله لك بالظبط حصل، شارك اللعيبه اللي هتلعب في ماتش بيراميدز بس، والباقي مشاه. فطبعا يعني التاني ما شاركوش اصلا، وبعد الماتش عملوا التدريبات اللي هي بتبقى التدريبات اللعيبه اللي هي ما لعبتش الماتش دي. المهم يعني ياستروب قام رايح
اما قاعد المبدئيا الاول حابب اعتذر لو الخبر الاولاني اللي انا قلته كان فيه اي اساءه او فيه دخول في ذمم لاي حد. انا مش قصدي الموضوع ده تماما، انا بس نفسي ان التحكيم يعني واتحاد الكوره يطوروا الكوره في مصر بجد. بس يعني لا بعتذر مره تانية، لا قصدي ذمم ولا قصدي حاجه، عشان بس ايه ما حدش يتكلم عليا ويقول ان انا قلت كذا قلت كذا. انا لا داخل في ذمم ولا داخل في حاجه. طيب الخبر الثاني بيقول ان ايه، وكلهم ناس محترمين وكويسين، سواء اتحاد الكوره، سواء لجنه رابطه انديه، سواء لعيبه، سواء ادارات انديه، سواء حكام، كلهم ناس محترمين وكويسين. احنا مالناش دعوه، احنا بنتكلم على انتماءات، لا بنتكلم بقى على رشاوى ولا على فلوس ولا مش عارف ايه، احنا بنتكلم على انتماءات بس. تعال نخش على الخبر ده. الخبر ده ان بعد الماتش امبارح، بعد ما الاهلي فاز على 3-1 على زد وديا، المعلم كيس خروب قام عامل ايه بقى؟ قام عطى اللعيبه اجازه يومين، يلا مش كسبنا الماتش اجازه يومين، وبكده يكون اخدت انت الشهر ده. بس اللعيبه خدت اجازه 14 يوم، اخرهم طبعا قبل اليومين دول كان لسه بقى بعد ماتش بعد ماتش سيراميكا عطاهم 5 ايام اجازه، لسه راجعين الخميس اللي فات من التدريبات، لعبوا الاثنين اهو، خدوا اجازه يومين كمان. وبعد ما اليومين دول لما ترجعوا بقى بالسلامه نبقى نشوف بقى هنعمل ايه في ماتش بيراميدز اللي هو هيبقى يوم 27. طبعا الراجل عنده مشاكل في الهجوم، ومشاكل في نص الملعب، ومشاكل في الدفاع، ومشاكل في توظيف اللعيبه، ومشاكل في اوضه اللبس، ومشاكل في كل حاجه، وخدوا اجازه. هو بص انا قلت لك عفوا معلش، اداره الاهلي ما مشيتهوش عشان ما معهاش فلوس، يا اما عشان في بند تاني كارثه هم ما قالوش عليه في عقده. تمام، ده مبدئيا ومحدش عايز يشيل الشيله المنيله ب 60 نيله دي. قامت اداره الاهلي عملت حاجه بسيطه جدا، خليه قاعد. طب يا عم الحاج الدوري خليه قاعد، طب دوري ابطال افريقيا خليه قاعد، وانت اللي بتشيل الزفت كله كمشجع. والاداره حاطه في بطنها بطيخه صيفي ومش في دماغها. يا راجل ده في بند في عقده من مش عايز اقول كلمه مش كويسه، اللي صاغ العقد ده واللي ما راجعهوش، مكتوب بند في عقده ان لا حد يقدر يضيف له عنصر في الجهاز الفني، ولا حد يقدر يتدخل في قرارات الجهاز في قراراته الفنيه، ولا حد يقدر يمشيه، ولا حد يقدر يتكلم معاه ولا يقول له يعمل ايه وما يعملش ايه لغايه الموسم اللي هو نص الموسم الاولاني كله، لان جه في نص الموسم جه بعد ريبيرو. الجزء الاولاني كله، الجزء الاول موسم في عقده مع الاهلي محدش يقدر يكلمه. عارف الكارثه في ايه بقى؟ اقول لك الكارثه في ايه، انه يكون الكلام ده اول موسم في عقده مع الاهلي. يعني ايه اول موسم في عقده مع الاهلي؟ الراجل ده جه في يناير او 12 اللي فات، يبقى موسم في عقده يخلص 12 او يناير اللي جاي، فتلاقي نفسك لابس معاه الفتره اللي جايه دي كلها. هنا تبقى الكارثه الحقيقيه والضربه اللي تقسم دار الاهلي بجد، لو ده فعلا اللي مكتوب في عقد اللعيب المدرب ده. واداره الاهلي يا عم سيبهم يتكلموا، يا عم بلاش قرف بقى، يا عم سيبهم يتكلموا، هو بلاش قرف فعلا، احنا هنوجع دماغنا ليه؟ المهم ان المعلم ده عطاهم الاجازه يومين وخلص على كده، قال لك بعد ما يرجعوا بقى بالسلامه نبقى نشوف هنعمل ايه. ده يعني ده الراي الصراحه في الموضوع ده، انا مش عارف اتكلم اقول فيه ايه يعني الصراحه، لان اي كلام هيتقال فيه هو كلام لازم اقفل الكاميرا عشان اقوله بجد، لان الكلام هيبقى كلام ملوش لازمه. طيب اكرم توفيق بعد ما مشيناه، لعيب ما بيعرفش يباظي الكوره، في اصوات جوه اداره الاهلي عايزه ترجعه تاني، فقالوا الكابتن سيد روح استفسر منه وشوف عايز يرجع ولا لا. قام كابتن سيد اتصل باكرم، ايوه يا اكرم، ايوه حبيبي، عايز ترجع الاهلي يا بابا؟ قام قال له انا ما عنديش مشكله ارجع، ولكن تديني مرتب زي اللي باخده فين؟ في الشمال القطري. طب اكرم بياخد كام في الشمال القطري؟ 3 مليون 700، 3 مليون دولار و700 على 3 سنين، يعني تقريبا عدى منهم سنه فاضل له موسمين، عدى منهم الموسم ده هو فاضل له موسمين. يعني المعلم ده بياخد في السنه تقريبا حوالي مليون وربع. يعني ايه مليون وربع دولار؟ يعني حوالي 65 مليون جنيه. انت هتدي اكرم توفيق اللي هو مجرد فحوله في الملعب فقط 65 مليون جنيه؟
حرام عليكم يا جدعان. اما كابتن سيد لما سمع منه الكلام ده قال له طبعا هبقى اشوف اداره الاهلي وايه وارجع لك تاني. بيو 65 مليون جنيه يا اكرم. انت لقيت اللي يدفع لك. طبعا لازم تبقى عايز كده تاني. هو هيخلص الكام سنه اللي عنده واداره الاهلي هتقوم قايله له ايه؟ يلا حبيبي ارجع بقى، انت كده عندك 29 سنه ولا 30 سنه، ارجع حبيبي نور دكه اخواتك روق. هو ده اللي هيحصل. وافتكر كلامي موسمين كمان وافتكر كلامي. يا اما الموسم الجاي نادي الشمال ما يبقاش طايقه فيفسخ عقده فاهم ويرجع الاهلي تاني. المهم يعني. طيب الخبر اللي وراه معانا هو ان اداره الاهلي مجهزه معانا مجهزه يعني بتجهز حاليا 25 مليون جنيه كمرتب سنوي لمحمد عبد المنعم، وعليه كمان عقد اعلاني بحيث انها توصل المرتب من 30 ل 35 مليون. طيب يعني انا بحاول اما بسكت شويه كده بحاول ان انا امسك لساني فاهم بس. طيب محمد عبد المنعم الراجل مصاب صليبي من السنه اللي فاتت وما رجعش لعب وبيلعب تتذيف كده. انت عايز تجيبه تبلينا بيه ليه؟ مش لما يمسك فورمه تبقى تجيبه؟ ما انت تجيبه وتحسبه عليها مدافع زي ما عملت مع يوسف ايمن حافظ اللي مش عارف يطلع بالكوره، اللي ما عرفش بيلعب كوره ازاي اصلا، اللي جبتوه لي من الدوري القطري مش عارف ريان القطري جبتوه مش عارف ب 200,000 ولا 300,000 دولار. طب ما يمسك فورمه ابقى اجيبه. هو في حاجه واحده بس هاديه معايا ومهدياني في الموضوع ده، هي ان اداره الاهلي قالت انها هتجيبه اعاره سنه، هتدي له المرتب الكبير ده ولكن اعاره سنه، هي اعاره سنه لما نشوف ايه هيلعب كويس ولا مش هيلعب كويس، وهيعرضوا الامر على نادي نيس ومحمد عبد المنعم وشوفوا هيوافقوا ولا لا. طيب انا بالنسبه لي يعني انا مش عارف اقول لك هاته وبعد كده تكتشف ان هو مش قادر يلعب زي الاول ومش قادر يجري ولسه محتاج وقت، واول ما يمسك فورمه عندك اداره نيس تقول لك بس هاته تعالى حبيبي القلب اخوك تعالى. هنا تكمن الكارثه بقى، وتبقى انت كده يعني رجعته تاني وانت لما خلاص هترجع بقى تاني للدايره بتاعت اول ما مشي، لو انت ما انتش عارف تجيب بديله، لانه محمد عبد المنعم اكيد احسن من كل اللي عندك، ولو مسك فورمه اكيد هيقعد كل اللي عندك دكه. فانت هتجيبه تمسكه فورمه شهر 2 الراجل يمسك فورمه، وطبعا في التدريبات هيبان الجوده بتاعته عن بقيه زمايله، فهيبدا المدربين كلهم يلعبوه فيبدا يمسك فورمه، فتبدا انت تقول لي نيس طب خلاص انا هشتريه، تقوم نيس تقول لك ايه؟ باي مفيش يا باشا الكلام ده هاته. وطبعا محمد عبد المنعم نفسه لو رجع على فورمته تاني مش هيقعد عندك، هيروح بقى يشوف له عرض اوروبي تاني، ونيس فرقه كبيره هيقعد عادي وممكن يجي له عرض بعدها تاني. صباح الفل صباح الفل، بدل ما تدور على لعيب صغير في السن تطلعه وتلمعه وتظبطه وبتاع تروح تجيب ناس تانية اصلا مشيت وبعتك. اغرب اداره مسكت الاهلي، يشوفوا مين اللي مشي ويجيبوه تاني. اغرب اداره مسكت الاهلي. طيب الاول قبل ما نتكلم على موضوع رينار في موضوع عن اشرف داري. تمام، لما نسيت احط صوره عليه. ليه بضحك؟ هقول لك ليه بضحك. اشرف داري ابوه زهير داري، الراجل طلع على التلفزيون مش عارف امبارح ولا اول، وقال لك يا جماعه انا ابني من ساعه ما مشي من الاهلي وراح نادي كالمار السويدي وهو ما بيتصابش والواد بيلعب ومبدع ومكسر الدنيا. طيب تيجي تسالني هل الواد ده بيعمل كده فعلا؟ يعني هل اشرف داري فعلا مبدع؟ للاسف هو مبدع، وفي 3 ماتشات جايب جون وعامل كل حاجه في الكوره وما بيتصابش فعلا. شفت بقى؟ طيب تيجي تقول لي معنى كده ان الصفقه كانت صح بقى وان هو كان مدافع كبير. اقول لك في غلطتين في الصفقه دي. الصفقه الاولى انك ما مشيتش الجهاز الطبي اللي عندك لغايه النهارده. الجهاز الطبي في الاهلي لغايه النهارده قاعد وما بيشوفش شغله، وشغله سيء جدا، من مدرب احمال اسمه ايه لجهاز طبي كله سيء.
بالدليل اصابات العضليه كتير جدا اللي عندك. زيزو اللي قعد في الزمالك ما اتصابش، وكل يعني كل الاصابات اللي جات له في الست سنين اللي قعدهم في الزمالك قد اللي اكتر من اللي جوله وهو عندك اليومين اللي فاتوا. وده بيدل على ايه؟ بيدل ان انت لا عندك مدرب احمال كويس، ولا عندك دكاتره كويسين، ولا عندك ناس اللي هي السديري الاسود اللي بيلبسوه ده بيشوف بقى ايه، بيتوقعوا الاصابات والكلام ده كله، ولا عندك الناس دي بتشتغل كويس. ما عندكش اي حد في النادي شغال كويس خاص بالجهاز، خاص بالاحمال البدنيه والجهاز الطبي، ولا زال لسه موجودين لغايه دلوقتي في مناصبهم. انا نفسي افهم حاجه، هل الناس دي يعني ماضيه عقود فيها شروط جزائيه او فيها مصايب في العقود، في كوارث، بنود كوارث في العقود، عشان كده الناس دي ما بتمشيش؟ انا مش فاهم بجد. دي اول حاجه بالنسبه لصفقه اشرف داري. تاني حاجه ان اللاعب غالبا ممكن يكون عنده اصابه مزمنه، ممكن، لان برضه هو اتصاب مع كالمار حاجه بسيطه كده ورجع تاني في عضله برضه، فمعنى كده العضله خلفيه تقريبا، فمعنى كده ان برضه اللاعب عنده اصابه مزمنه. وده يرجعنا للنقطه الاولى، ان انت اللي عمل الكشف الطبي عندك مش فاهم حاجه. فده يودينا لنفس النقطه الثانيه، ان الجهاز الطبي في النادي الاهلي سيء جدا، سيء بشكل مش طبيعي، سيء. لا في تخطيط بدني ولا احمال ولا، كله سيء. كل حاجه خاصه بالاحمال البدنيه والجهاز الطبي في الاهلي بالكامل سيء، ومحتاج التغيير بالكامل. طيب ده بالنسبه لاشرف داري. يعني ابوه قال ان هو لسه مش معروف اذا كان هيكمل في السويد ولا لا، بس الاكيد ان احنا هنكمل الموسم بتاعنا عادي خالص، والنادي بقى يشتريه ولا لا دي لسه ما اتحددتش. وبالنسبه لاداره الاهلي ما اتكلمتش في عودته. عوده ايه بس يا استاذ زهير؟ عوده ايه بس؟ ده الراجل طلع عين الاداره عشان يمشي. عوده ايه بس؟ عوده ايه؟ المهم نيجي لموضوع رينار. طيب اداره الاهلي راحت لرينار، قالت لك انا تعالى درب الاهلي، وانت مدرب كبير ومعاك 2 دوري ابطال، معاك 2 افريقيا، واحده تقريبا مع زامبيا تقريبا والتانيه مع كوتيفوار، ومكسر الدنيا وبتاع، واهلت السعوديه في كاس العالم بمستواه ده، وعامل اداء تاريخي. فعايزينك ايه بعد ما السعوديه مشيته؟ يعني عايزينك ايه؟ تيجي تدرب الاهلي. الراجل بالشياكه كده رفض، قال لك انا مستني منتخب ايه ادربه في كاس العالم، لو جالي منتخب من المنتخبات اللي بتلعب كاس العالم ادربها تمام، ما جاليش ممكن افكر في العرض بتاعكم. طيب خلينا نتكلم بواقعيه واحده واحده يا جدعان. فكره انك تدي مدرب منتخبات بقاله كتير جدا بيدرب منتخبات، بقاله فوق 15 سنه ولا 16 سنه بيدرب منتخبات، تديله انديه، دي كارثه كارثه. هتقول لي لا ده ازاي، ده عينه حلوه يا حبيبي، ده بيختار شبه ايه، قدامه قفص كبير مليان فاكهه جميله وحلوه بينقي منها، ما بيدفعش فلوس عشان ينقي منها. عكس خالص الانديه هو نادي محكوم بميزانيه، مش هتقدر توفر له متطلباته، هيقدم معاك اداء زي الزفت فتمشيه. الموضوع بسيط. الانديه مش هتنفع، لان المدرب بتاع المنتخبات اخد على انه عايز ده يجيبه طالما في حدود الجنسيه اللي هو بيدربها. لكن في الانديه مفيش الكلام ده، انا عايز ده يعني هدفع فلوس عشان اجيب ده، فده مش هينفع. وصلت لك الفكره؟ فكره ان انت تجيب مدرب منتخبات زي ما قبلها كنت عايز تجيب روي فيتوريا. انا نفسي افهم حاجه، اداره النادي الاهلي بتختار بناء على ايه؟ وهنا انا مش بحدد واحد بعينه في الاداره، انا بتكلم عن الاداره بشكل عام. الاداره كلها بتختار او بتحدد اولوياتها، او هم عايزين يجيبوا المدربين بناء على ايه؟ يعني ايه تجيب مدرب منتخبات لنادي حتى لو هو وافق ما لقاش منتخب يدربه فوافق؟ هتبقى كارثه، لان هو هيجي على امل ان هو النادي الاهلي ده نادي ميزانيه مفتوحه واعمل اللي انا عايزه واللي اختار اجيبه، يبص في الواقع ما يلاقيش الكلام ده. هتضحك عليه مثلا تقول له اللي انت عايزه يا معلم، اللي انت عايزه اللي تشوفه، يجي اللي هو عايزه ولا حاجه،
في الاخر تجيب له صفقات كسر. فطبعا انا مش فاهم يعني، انا مش فاهم التفكير فين. طالما انت عندك محدوديه في الميزانيه يبقى تشوف مدرب على قد ميزانيتك، تجيب مدرب مصري. لكن طالما هي ماشيه كده من ابراهيم دياباتيه لكامويش، نفس الكلام اللي عملتوه مع كولر في تاني موسم ولا تالت موسم. الراجل فقد الشغف بسببكم برضو، كان عايز في صفقات معينه انت ما جبتهالوش، فقد الشغف، ما بقاش عايز يدرب. اخر خبر معانا وهو روبرتو فيرمينو ديناميت. هم كانوا بيقولوا عليه روبرتو ديناميت في لما كان بيلعب في ليفربول، عشان كان بيشوط يعني كور حلوه وبتاع يعني. المهم يا جدعان انا مش فاهم بجد الاخبار اللي بتطلع دي. اقول لك حاجه، الاخبار دي مش اشاعات، ده مبدئيا. ليه بقى؟ لان مفيش اشاعه، مفيش زي ما بيقول لك دخان من غير نار. وطالما الكلام ده طلع يبقى الكلام ده حصل فعلا. ايه هو اللي حصل يا عم الحاج؟ اللي حصل ان اداره الاهلي تواصلت مع روبرتو فيرمينو او مع وكلاء روبرتو فيرمينو. قام روبرتو فيرمينو الوكلاء بتوعه طلعوا قالوا، ده اللي بيتقال يعني، اداره الاهلي تواصلت مع فيرمينو عشان هو دلوقتي بيلعب في السد القطري، علشان يشوفوه عايز يجي الاهلي ولا لا. قام طلع الالماني مش فاكر كان اسمه ايه، الوكيل اعماله، طلع قال لك مفيش الكلام ده ومحدش فاوضنا ومحدش اتكلم معانا والكلام كله مجرد اشاعات مش اكتر. طيب يا جدعان روبرتو فيرمينو ده شهر 10 اللي جاي بقى عنده 35 سنه. ده مبدئيا تقدر تجيبه الاهلي؟ مستحيل، مستحيل. هو قيمه فنيه قويه ومش عارف ايه الكلام ده كله، ولكن النسق اللعب اللي انت بتلعب بيه عمره ما هيكون نسق اللعب بتاع الدوري القطري. وكان في مثل بيقول لك ايه، لو كان في خير مكان رماد طير. الاهلي السعودي، اهلي جده السعودي، الراجل مشاه وجاب مكانه ايفان توني، لعيب اصغر من السن، لعيب اصغر في السن ومهاجم، ومشاه تمام السنه اللي قبل اللي فاتت باين ولا السنه اللي فاتت، والمعلم راح السد القطري. فزي برضو بغداد بنجاح، وهو عامل معاهم موسم حلو جدا في 20 ماتش، مسجل 16 جون وصارع مش عارف ايه، بس الجوده دي انت صعب تجيبها. زي بالظبط بغداد بنجاح، الجوده بتاعت نوعيه اللعيبه دي انت صعب تجيبها، مستحيل تعرف تجيبها اصلا. لان عشان تجيب لعيبه زي دي، هل انا ضد ان هو يجي الاهلي؟ اكيد معاه طبعا. وانا بقى متضايق ان روبرتو فيرمينو بقى مهاجم الاهلي؟ اكيد هبقى مبسوط. الراجل من نص فرصه هيخلص لك اجوان اصلا، سواء هو او بغداد بنجاح او الكلام ده كله اللي بقى في الشمال دلوقتي مكان السد. هو كان بيلعب في السد راح الشمال القطري، واللي هو بيلعب فيه اكرم توفيق، جابوا مكانه روبرتو فيرمينو. وقبلها كانوا بيقول لك اسمه ايه مهاجم المغرب ده اللي هو بيلعب في اشبيليا وبقى بي اس في دلوقتي، مش فاكر يعني. المهم يعني اللي هو كان هدفهم في البطوله اللي فاتت، مش هدفهم، كان بعد ابراهيم دياز، انت فاهم. ايوب الكعبي قال لك برضه عايزين نجيب ايوب الكعبي. بص النوعيه دي من المهاجمين مستحيل انت تعرف تتعاقد معاها، لان انت حتى لو خدتهم يعني كلاعب حر مع مش مرتبط بنادي، انت هتديله مرتب خزعبلي اللي هو مثلا 3 4 مليون 5 مليون دولار في الموسم عشان يرضى يجي لك اصلا. فطبعا هيكون مرتب خزعبلي عليك. قيمته الفنيه هتديك الفلوس اللي انت دفعتها، ولكن انت ليه مصمم تنزل نفسك في الدايره دي؟ دايره اللعيبه اللي بتشطب كوره انا جايبها دي، او دايره اللعيبه الكبيره في السن، او اللعيبه اللي زهقوا من اوروبا فييجوا عندك. طب واحنا هنفضل كده لغايه امتى؟ ليه مش عايزين نطلع لعيبه، نبين لعيبه للناس، نشتري لعيبه بجد بسعر قليل واللعيبه دي تكون قويه معانا؟ وده طبعا مش هيحصل الا لو عندك لجنه كشافه قويه. فالمهم ان موضوع فيرمينو ده فكك منه، لان هو مجرد كلام كده، استطلاعات راي وحاجات من دي. بس كده كانت حلقه النهارده. اتمنى طبعا تدعموني باللايك والشير والحاجات الحلوه دي، وتشتركوا في صفحه الفيسبوك او قناه اليوتيوب. واشوفكم على خير. هحاول ان يكون الموضوع بشكل يومي يعني، ولو في حاجه انتوا عايزين نغيرها او كده اكتبوها لي في التعليقات. واشوفكم في الحلقات الجايه، والسلام.